جبران خمس، عدم اعطاء المجال لبيترو انه يتقدم اكثر. الحسوني يفتك الكره يلعب اماميه في اتجاه سامبو، لكن في اليسرى هذه عرضيه يسعد لرفع ديال الكره الراسيه. بعد ذلك تغطيه فريق الوداد جاريدي ويحيى عطيه الله ينجح في اخراج الكره. بعد ذلك سفيان رد بالك يلعب لود العرضيه والتكناوتي. هذا ما قلت مشاهدينا الكرام، يركزون مع البدايه في الجهه اليسرى، وبالتالي الرياضي الحسوني استلم الكره، الحسوني مشى بها، الحسوني هنا الحسوني يتحصل على ضربه حره بدون شك. الحسوني من افضل اللاعبين على مستوى الاحتفاظ بالكره، على مستوى كذلك ترويض الكره، لكن الحسوني القادمه ممكن تهز الشباك. الداودي سدد جلال الداودي، واول فرصه نوعا ما لمدافعي فريق الوداد الحسن. بيترو مهم جدا كسب الكرات العاليه، مهم جدا لعب الضربه الحره. اخوان كارلوس حتى جبران متواجد، تلعب هذه الركنيه في القائمه الاول. هنا مقوم مشروع بيترو اتلتيكو الذي رصدت له إيماج اقل على نادي سيمبا امام ميلودي ساندونز، فهو فريق معروف ماليا وبشريا، فريق اللي لا زالت وداديه. هنا تمشي لسامبو، دون ان يرى المرمى. سامبو سدد من دون ان يرى المرمى. هنا بالتالي مرت جانبا، جرب عنده مشكل في الدفاع. صحيح هجوميا فريق شجاع، فريق مغامر، فريق عنده الجرأة الكبيره، ولكن لا ننسى بان بيترو عنده مشاكل دفاعيه وجب استغلالها. الوداد عنده فنيات، الوداد 1 ضد 1. بوسفيان، سيف الدين بوهره، سامبو يجب ان يتموضع صح، يجب ان يطلب الكره في التوقيت الصح في دار المدافعين في المسابقات الافريقيه. وكلنا اليوم وداد سنتابع ديال الضربه الحره تسدد. مرة جانبية كم كانت صعبة على حارس المرمى اتلتيكو. هذه عائلة ويجب أن تبقى. يرفع العملود مررها. أعتقد أن العملود كان يفكر في التسديد عوض ضاغط، لكن نتكلم أيضا عن دور المدرب في الشوط الثاني وقراءاته. تبنى التسديد، يبحثون عن التسديد، هذه تسديده انتقلت الى الجزاء. حذاري مرة اخرى من التسديد هذه العرضية، ولكن طالت مباشرة الى ضربة من اجل راحة اللاعبين ومن اجل ان تكون تنقلات يسيرة دون ارهاق. هذا الوداد يعني بكل بساطة. يعني الوداد كذلك الوفد الودادي، العائلة الودادية تم استقبالها كذلك من سفيرة المملكة. المقيم الثاني كل أسماء عندها طموح أن تهز الشباك في هذه اللحظات، بينما يحيى ربما يكون عنده رأي آخر ويفكر في التسديد مباشرة. يلا في الشباك يا يحيى، الكرة والتصدي من اوغو ماركيز. هذه كانت في المرمى، والتكناوتي، والمرة الثانية تكناوتي. يا فرحان، خطيرة هذه الكرة والهربة في المرتدة. عندنا الآن الدفاعية الدخل كم كانت صعبة اللقطة الماضية. أمين فرحان ينقذ الوداد كما أنقذنا كذلك التكناوتي. هذه العرضية بعيدة وأنقذ الوداد من هدف محقق. هذه الإعادة التصدي هنا من احمد رضا، وهذه اشاره، وانا قلت هذا الكلام مع البدايه. بيترو سلاح، لكن لا ينسى ايضا دور عبد الله حيمود في هذه الجوله الثانيه. الراسيه هنا من هشام في مكان صعب، هنا يقطع كره لا زالت صعبه. التسديد بعد ذلك، لكن لحسن الحظ هنا التموضع. اخرج هنا التكناوتي. بعد ذلك أدبل سقف الطموحات صار مرتفعا لنجح. هنا الرأسية خطيرة. كم كانت صعبة هذه الكرة الركنية الأولى لفائدة بيترو أتلتيكو. هذه الرأس مرة ممتاز. المرور هنا الأول كان بإمكانك تمرر يا سيف الدين. فرحان وصولها، ترفع ديال الكرة الرأسية، جول. ودادي لك حبي وفؤادي. الوداد
يفعلها. الحمراء تسعد الانصار في هذه اللحظات. 1-0 زولا، 1-0 زولا هنا في غفلة من الجيد لمنع الخطورة الأنغولية عناصر فريق بيترو. خطيرة والتقنوتي يتصدى موريرا بعيدة تماما طرات، ولكن يخلقون أجواء مميزة. الكرة الأمامية ممنوع التسديد والحكم صفر خطأ وبطاقة صفراء. مين تلقى الإشارة وتقدم في هذه الأثناء بعيدة تماما. مرت سالمة هذه الكرة كرة شوف الدور لعناصر فريق بيترو الراسية. فرانسيسكو بيدرو مر تركيزه، وأرى من الأفضل استبداله. ممكن هذه العرضية والتأكيد. الكرة الثاني ممكن الثانية صابو. القاضية للوداد. خلاص الوداد حسمها، الوداد فعلها، الوداد سجل في مرماهم. هكذا هو الوداد.